صباح السعادة حبايب قلبي. شايفين الطش القمر ده؟ هنعمل النهاردة معاكم الفطير. ما عملتوش طبعا معاكم في القناة خالص، بس كنت مستنية كده يجيلي اوردر محترم ونبدأ نعمل الفطير معاكم يا بنات. معايا هنا شكارة الدقيق بتاعتي اللي بستخدم منها اهو، مكتوب عليها ايه؟ دقيق مخصص للفطير والخبز السياحي. هو هاي منتجات ابن الخطاب يا بنات، ده انضف دقيق يعتبر انا بستخدمه. هنسمي بسم الله كده. هنحط هنا المنخولة بتاعتنا وهنبدأ ننخل دقيق. انا مش هوزن طبعا، انا هاخد كده بالمقدار. هروح انخل معاكم كمية الدقيق اللي هنشتغلها ونرجع تاني اقول لكم هنعمل ايه. اهو يا بنات انا نخلت الدقيق بتاعي، عملت ما يعادل من 4 كيلو دقيق، وديت المعلقة المعيارية اللي هي اللي قبل الاخيرة ديت كده ما يعادل بسم الله الرحمن الرحيم من معلقة ونص كبيرة ملح. لازم كده تظبطي الدقيق بتاعك ملح عشان الفطير بتاعنا يطلع حلو ما يطلعش مايع. نبدأ كده بسم الله نقلب كده الدقيق بتاعنا كويس عشان الملح بتاعنا يتغلغل في كل حتة من الدقيق. شايفين؟ اللهم بارك. هو الفطير غير ايه؟ مية وملح، ومية بتاعتنا تكون دافية عشان احنا طبعا الجو ساقع شتا، فما ينفعش ان نعمل بميه ساقعه على طول من الحنفيه، لازم تدفيها كده يا بنات عشان خاطر ايه؟ الفطير بتاعنا يقوم بسرعه. احنا هنعمل هنا حفره كده بسم الله، وهنبدا ايه؟ ننزل بالميه بتاعتنا اهو النقطه الحمراء هنا اهو يا بنات. بسم الله الرحمن الرحيم هنبدا كده ايه؟ ننزل بالميه بتاعتنا. يا عباس يا عم رسول الله اهو يا بنات. كده هنبدأ نلف العجين بتاعنا كده بسم الله. الأول كده هنعمل بالسباتولا بتاعتنا لحد عجينتنا ما تلم، ونبدأ بقى ايه؟ نعجن العجين بتاعنا كويس بسم الله. رش كده المية تدريجي علشان خاطر المية ما تخدعكيش وتخلص منك الدقيق. وقدر انت ما معكيش بقى دقيق تركيني حبة دقيق كده على جنب عشان لو المية طلعت زايدة منك تظبطي عجينتك شوية. هنا بقى هنبدأ ايه؟ ننضف الاسباتولا بتاعتنا كده ونعجن بايدينا يا بنات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهو يا بنات حطي قوتك كده سمي الله كده، وخلي العجينه بتاعتك تلمي من الطشت ويبقى الطشت بتاعك نضيف. شايفين منظر العجينه بقى قرب يلعب معانا ازاي؟ هبدأ كده بايديا بس يا دوبك عشان الم العجينه بتاعتي بايديا كده بسيط. ببدأ ابل ايديا ميه بسيط خالص عشان خاطر الم العجينه بتاعتي. شايفين؟ اللهم بارك. حاجه كده الله اكبر يعني. لازم كده تهدي حيلك في العجين يا بنات عشان تديكي حاجه محترمه. اهو هنسيبها يا دوبك بس ترتاح 5 دقايق و10 دقايق، ونروح نجيب صينيه كبيره عشان نقطع عليها الفطير بتاعنا او العجين بتاعنا. هنا يا بنات اهو خلصنا. هنبدأ كده استنى بسم الله نجيب ملاية نضيفة. انا شايلاها ديت الخبيز او العجين. ببدأ اغطي كده عجينتي واحط الصينية بتاعتي علشان كده اهو تتدفى العجينة بتاعتنا. و10 دقايق بالظبط هبدأ بقى اقرص العجين بتاعنا على الصينية دي. هنا يا بنات بقى هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كده ندهن الصينية بتاعتنا كده طبقة من الزيت كده اهو علشان العجين بتاعنا ما يلزقش في الصينية واحنا بنقرصه. وهنا بسم الله هنكشف عن العجين بتاعنا. الله اكبر اللهم بارك. هنبدأ كده بايدينا. هنعمل الفطيرة بتاعتنا 3 احجام، حجم وسط صغير كبير. شايفين يا بنات؟ بسم الله ما شاء الله
هنقرص كده بالمنظر ده. ادي الحجم الكبير يعتبر، وده الوسط. شايفين العجينة بتاعتنا لينة وناعمة ازاي اهو. ودي الاصغر. الفطيرة بقى بايديكوا تشكلوها 4 قطع، 3 قطع، 10 قطع، بس هتكتري العدد تصغري القطعية بتاعتك اهو يا بنات. احنا ممكن نخليها برضو نعمل لها واحدة صغيرة كمان تبقى اصغر حاجة كده. شايفين ما شاء الله العجين بتاعنا عشان ارتاح بتاع ربع ساعة اهي. يبقى دي كده يا بنات هنا الفطيرة بتاعتنا هتبقى متجمعة من 4 احجام بالمنظر ده. هروح اقرصه كله واقطعه وتشوفوا المنظر بتاعنا بعد كده. شايفين يا حبايب قلبي اللهم بارك، انا كده مليت الصينية بتاعتنا اهو. وهنا بقى ايه هكمل بقية العجين بتاعي وهقطعه في نفس الطش. اسيب برضو العجين بتاعي يرتاح هنا الفطير. هقرص هنا كده وهركنه هنا برضو يا حبايبي. كده يا حبايبي خلصت اهو، قرصت بقية العجين بتاعنا ودهنته من فوق الوش كده الزيت علشان ما يقشفش. وده بقية العجين ده يا حبايبي هيرتاح معانا من ساعة لساعة ونص، عشان احنا طبعا الجو ساقعة. لو في الصيف هيبقى نص ساعة او ساعة الا ربع وتشتغل. لازم العجينة بتاعتنا ترتاح، كل ما ترتاح كل ما تتفرد معانا وتبقى سهلة وجميلة في الفرد. انا هروح اغطيه معاكم يرتاح ساعة ونص كده، وبعد كده هنبدأ الخطوة التانية وهي الفرد. هشوفها اوريكم بيتفرد ازاي. هنا يا حبايبي بقى نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم نعري على الفطير عشان نبدأ نشتغل في الفرد. هنسمي بسم الله. شايفين ما شاء الله الفطير بتاعنا ارتاح خالص، ومعانا السمنة بتاعتنا السخنة هنا. هنبدأ نبطط كده في الصينية زي دي بسم الله. بصوا حبايبي عشان ما شاء الله العجينة مرتاحة بتفرد بكل سهولة ازاي. نبدأ كده نفرد اول طبقة اهو يا بنات. شايفين بسم الله ما شاء الله الفطيرة فردت معانا للاخر ازاي. تجيبي كده من جوه لبره كده اهو. ادي اول واحدة معانا بسم الله. هنبدأ كده ايه نجيبها كده بالمنظر ده. شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وادي كده هنتني كده زي المنديل كده اهو بالمنظر ده كده. وادي اول واحدة هنحطها نركنها هنا على جنب، ونبدأ ناخد الوسط التانية نشتغلها برضو. احنا قلنا الفطير بتاعنا كده هيبقى 4 كرات او على حسب السمنة، ما تستخسريش عشان بتساعد معاكي ان الفطيرة تتفرد معاكي حلو. هنروح نفرد كده زي ما وريتكم زي اول واحدة. هنحط ايه فطيرة جوه فطيرة يا حبايبي. شايفين ندهن كده بين كل ورقة وورقة كده طبقة من الزبدة. انا طبعا يا حبايبي انا جايبة دي سمنة خليط بلدي على هولندي. بصراحة الحاجة غالية جدا يا جماعة. النهاردة كيلو السمنة الهولندي بصوا اهو بسم الله. حطينا واحدة اهي اللي احنا فردنا معاكم اول واحدة. وادي كده دي تاني طبقة بسم الله. بسم الله كده. انا بوريكم طريقة توريق الفطير بالمنظر ده كده اهو. ادي كده معانا دي كده طبقتين. هنعمل الفطيرة بتاعتنا 4 طبقات. هنروح نعمل الطبقة الثالثة. وادي الطبقة الثالثة اهي برضو. كملتلكوش بقى يا حبايبي. طبعا الاسعار كل واحد بيبيع براحته وبمزاجه. اروح النهارده الاقي كيلو الزبده، كيلو السمنه الهولندي في ناس بتبيع ب60 وناس بتبيع ب70 وناس بتبيع ب75. ايه الموضوع يا بنات؟ ايه الاسعار دي؟ ده احنا رايحين في داهيه والله ربنا يستر. ادي معاكم يا بنات تالت طبقه من الفطير بتاعتنا. بصوا اللهم بارك. جميله جميله جميله. اعتمدي الطريقه بتاعتي ديت في الفطير هتعملي فطير ما شاء الله. الفطير لا بيتقطع ولا حاجه وبيفرد. العجينه ناعمه جميله. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. حبايب قلبي بقى ما تنسوش اللايك بقى. حطوا اللايك يا حبايبي اهو يا حبايبي. ادي كده الطبقه الثالثه. معلش الفيديو هيطول معاكم شويه كده اهو عشان خاطر بس ايه اوريكم طريقه خطوات الفطير كده اهو بالمنظر ده. ادي كده دي تالت طبقه.
انا طبعا هستكفى ب4 طبقات، هحط الطبقه الرابعه كمان. طبعا دي حبايبي دي اخر طبقه، 4 طبقات كده بالصلاه على النبي. بصوا الفطيره بتاعتنا، الله اكبر. فيكم حبايبي بقى اللي لسه مبتدئ يقطع الكور دي صغيره خالص ويعمل الفطيره مثلا 10 فطيرات، مفيش مشكله. انا طبعا ايه بعملها كده، ايه مقطعه الكور كبيره اهي. اللهم صل على النبي. الفطيره بتاعتنا هي هترتاح وبعد كده نبدا نفردها. في طريقه يا بنات برضو هعملها لكم، اللي هي بتفردي الفطيره كده وتبداي تبططي فطيره هنا بقى في مكان تاني كده اهو بالمنظر ده. هوريكم برضو الطريقه ديت. في كذا طريقه لفرد الفطير. هنبطط دي معاكم ونحط فطيره على فطيره ونلمها زي ما هتشوفوا كده. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، احنا فردنا الفطيره اهي معاكم. هناخدها كده بالراحه بسم الله تحت ايدينا كده المنظر ده. هنبدأ هنا نفردها كده على التانية. هي الطريقة دي ممكن تكون سهلة وممكن تكون صعبة على ناس مبتدئة اهي. شايفين بنبدأ نفرد الفطيرة على الفطيرة كده بالمنظر ده اهو. زي ما انتم شايفين كده الفطيرة على الفطيرة بالمنظر ده نبدأ نفرد. انا هنا طبعا لازم اشرح كل خطوة وهكذا هنفضل نعمل كده لحد عدد الطبقات اللي احنا عايزينها اهو يا بنات. طبعا هنا كده ايه اخر طبقه هنحطها هنا كده على طبعا زي ما انا مفهماكم ان انا مقطعه الفطير بتاعي قطعيه كبيره، فهستخدم 4 طبقات بس، وبين كل راق وراق هتقصي سمنه عشان الفطير بتاعك يطلع مورق. يبقى دي الطريقه التانية اللي غير طريقه التطبيق اللي انا عاملاها اول مره معاكم في اول الحلقه. ماشي. انا شايفه ان الفطيره ممكن تعوز واحده كمان، هروح اعملها واحده كمان عشان يبقوا 5 طبقات اهو يا حبايبي. الطبقه الخامسه اهي نفردها كده زي ما انتم شايفين. تحطوا فطيره فطيره وبين كل راق وراق زبده، ما تستخسريش زي ما فهمتك. هنعملها ازاي بقى، هنلمها ازاي؟ هنيجي كده نسمي بسم الله كده اهو زي ما انتم شايفين كده. هنبدا نضمها كده 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 كده. دي طريقة تانية انا ما بعتمدهاش بصراحة، بس انا ايه عشان الفيس طبعا اهي. ونتني لجوه كده، هنتني لجوه الفطيرة بتاعتنا. معلش معذرة الفيديو هيطول شوية. انا بصراحة ما بحبش الطريقة دي يا بنات، بس انا قلت ايه اعملها لكم علشان ايه يبقى انا وصلت لكم كل حاجة. شايفين اهو كده انا لميت الفطيرة بتاعتي بالمنظر ده واتدورت معايا، وهسيبها ترتاح اهي. شايفين بسم الله ما شاء الله اهي. وتسيبيها ترتاح وبعد كده بتفرديها بالزبده بتاعتها لما ترتاح. يا جماعه كل خطوه في الطبقات الفطير، كل خطوه في الفطير لازم تسيبيها ترتاح. في العجن ترتاح، في التقريص ترتاح، في الفرد ترتاح، في السوا لازم تسيبيها ترتاح عشان تفرد معاكي. يلا روحي يا حبايبي اكمل بقيه الفطير معاكم واشوف السوا في الاخر معاكم وشكله هيبقى عامل ازاي. وبكده يا حبايب قلبي اللهم بارك خلصنا معاكم الفطير كله. شايفين دي اول فطيره هناك اهي بادئين بيها اللي هنفردها، ودي اخر حاجه اهي. طبعا انا مسخنه الفرن وانا شغاله يا بنات. شايفين الله اكبر اللهم صل على النبي. دول ايه اخر كده فطيرتين طلعوا صغيرين معايا اهو اللهم بارك. هبدا بقى ايه ابطط ديت معاكم بسم الله. طبعا انا هنا ايه مريحه الفطيره. شايفين ما شاء الله بتتفرد بكل سهوله ازاي ما شاء الله. يعني نبدا كده نفردها كلها للاخر، نكون مولعين الفرن بقى على درجه حراره 200. الفطير يا بنات بيحب درجه الحراره بتاعه الفرن عاليه، نار حرارته عاليه. شايفين اللهم بارك الفطيره ما شاء الله مرتاحه وواخده حقها في الفرد. فردت اهي معانا كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مشغله الفرن على 225 اعلى درجه عندي علشان الفطير بيحب قلنا درجه حراره عاليه. وهنبدا بقى اول ما تقفل معانا هوريكم شكلها لما تطلع.
شايفين يا حبايبي، شايفين يا حبايبي، اللهم بارك، وهي داخل الفرن ما شاء الله. الله اكبر. قبت ازاي معانا، طبعا علشان هي عايزينها تبقى طريه ومقرمشه. اول ما تطلع كده هنبدا نغطيها بالصينيه كده اهو علشان تطرى. شايفين اللهم بارك، ادي فطيره اهي طلعت، وادي اهي اللي احنا غطيناها التانية. اللهم بارك، حاجه تشرح القلب. وبكده يا حبايبي يبقى بسم الله ما شاء الله، ادي منظر الفطير بتاعنا اهو. شايفين اللهم بارك، ولسه في الفرن، وادي لسه في الطاسه هي في الصينيه بتاعتنا. شايفين بسم الله ما شاء الله. بصوا شايفين طري ازاي، الله اكبر، حاجه كده ولا في الخيال. شايفين الله اكبر، الله اكبر على الجمال. شايفين طري معانا سلس خالص اهو، اللهم بارك. شايفين المنظر الرائع. يا ريت يا حبايبي ان كنتوا وصلتوا لحد هنا، ما تنسونيش في الشير واللايك والاشتراك. من مطبخ ريهام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن.